بدأنا. نيرة مش عايزاني اسلم عليها. يعني كل شويه عامله ايه يا لينا وعامله ايه يا نيرة انت لسه مخنفه ليه؟ والله مش عارفه. بحالات دي اليومين جيوب دول. انفيه دي مش برد. ان شاء الله دي جيوب انفيه. يا نيرة وحشتيني، خلاص بلاش اعمل ايه، وحشتيني يا نيرة. انت كمان. يا ولا مش طياري ليه؟ والله لا، انا عندي مشكله في الموضوع ده، ان انا في الشغل ببقى عايزه ادخل في الموضوع على طول، يعني بتصل بحد اللي هو فين بقى ماشي، ما هو ده في الشغل. لا على فكره بقى انا عندي في الشغل بيتضايقوا اللي هو ليه ما تقولي صباح الخير كده يعني لا محتاجه اتعلم. دي ذوقيات مش عندي بس علمها لك. بحاول اتعلمها. علمها لك. جايلك بموضوع مواضيعك بقت رهيبه ما شاء الله عليكي بجد. لا النهارده الموضوع كده في الخفيف يعني. ماشي. بس اهم حاجه يعني للناس اللي انا عارفه ان انا ولينا مش بننزل اي شورتس. بس احنا بننزل حلقات يعني احنا بننزل حلقات الحمد لله، بس الشورتس لا. فاللي فايته الحلقات اللي فاتت ولسه ما سمعهاش يروح يسمعها وكده يعني. ايوه بعد اذنكم. الفكره بتاعت ان انا ابقى حاسه بالنعم اللي انا محطوطه فيها واللي ربنا مديها لي، وفكره الامتنان عامه في حياتنا يعني. التوبيك ده على قد ما هو يبان بديهي، بس هو في الواقع عشان تعمليه فعلا هو مش سهل خالص. هو اصلا ان انت في يومك العادي تدركي ان انت عندك نعم وتبقي ممتنه ليها، دي مش حاجه بتيجي في البال يعني. صح. محدش بياخد باله اصلا. انت بتصحي بالعكس، انت بتبقي اسمها ايه لما بتبقى في حاجه مضايقاكي فبتقولي حاجه وحشه عليها، اسمها ايه ليها مصطلح، تتذمري. بتبقي بتتذمري، ده الديفولت. ايوه يعني انت يعني مثلا حاجه بسيطه، كام مره في اليوم بنتذمر ان احنا قرفانين من الشغل وعايزين نسيب الشغل؟ كتير. بس لو جيتي بصيتي الموضوع من جانب اخر، هو الحمد لله ان احنا عندنا شغل. في ناس محتاجه شغل ومش لاقيه. مسج البنك وهي بتقول لك تحويل مرتبك. ايوه يعني الشغل بجد هو متعب واكيد محدش هيبقى حابب ان هو يبقى بيصحى بدري وبينزل وبيتعامل في شغل مع ناس وكلاينتس رخمين وبتاع. بس في الاخر ما هو انتي بتاخدي قصاد ده حاجه غيرك يعني نفسه يبقى عنده، فاستل امتنان. هي كمان فعلا فكره ان انتي دي مش حاجه باي ديفولت انتي بتتولدي بيها ان انتي تمتني الحاجه. ايوه بالعكس، انتي اللي فعلا الديفولت بتاع البني ادمين ان احنا نتذمر وما يبقاش عاجبنا بيعيط بس عيط فقط. بالظبط. ان انت تنضج لمرحله ان لا هي دي نعمه. هي فيها مساوئ زي اي حاجه بس لا هي نعمه وان انا المفروض اشكر ربنا عليها قبل ما ربنا يعاقبني ان هو ياخدها مني. والله لسه كنت هوريك الموضوع ده. هل قبل كده حصل لك ان انت في حاجه ما كنتيش واخده بالك انها نعمه لحد ما بقيتش موجوده؟ اكيد في حاجات كتير قوي، بس انا ببقى يعني الصحه بما اني لسه طالعه من دور برد. هو بصراحه دي جدا جدا يعني انا بقى. اخر دور برد ده اللي هو لسه واخداه من الاسبوع ده كان فعلا اكتر حاجه بفكر فيها، اللي هو ازاي شويه برد يعملوا في الواحد كده يذلوه بالشكل ده. واللي هو يا رب مش انا نفسي اتنفس. انا نفسي موضوع الكورونا مثلا. انا ما جاليش الحمد لله كورونا وقت الجائحه نفسها، بس شفت بقى مثلا ماما وبنت خالتي وكده وهما عندهم موضوع الكورونا ده لما فقدوا حاسه الشم والتذوق. فضلت بعد ما خفوا كل حاجه لا بيتكلموا قد ايه الموضوع معاناه. هحكي لك حاجه بمناسبه الموضوع ده ضحكك. عمر صاحبي هو بيقدس الاكل، يعني هو بالنسبه له الاكل ده رقم 1. لما جات له كورونا يعني كان كل اللي طالع عليه لينا انا مش عارفه ادوق الاكل. أيوة. انا مش عارفه اشم الاكل. حبيبي كان بياكل كاني باكل كرتون. ايوه كان بياكل صابون وبصل عشان يحس اي حاجه ومش حاسه حاجه خالص، والموضوع بالنسبه له كان قاتل بجد اكتر من ان هو تعبان. ايوه ما بقولك هي في حاجات صغننه قوي انت بتبقي متعوده عليها. ايوه وفاكره ان العاده دي ده حقك عادي فاهمه. بس بتكتشفي اول ما بتفقديها بتكتشفي انه ايه ده، انا ازاي كنت غنيه كده، انا ازاي كان عندي الحاجات دي كلها وما كنتش واخد بالي منها. عايزه بقى اتطرق لحته انه انا
زي ما قلتلك قبل كده ان انا بيلفت نظري حتة او بيصير فضولي جدا حتة ان ليه في ناس بتتعرض لحاجات يبقى رياكشنها معين، والناس تانية بتتعرض لنفس ذات الحاجات بس رياكشنها بيبقى مختلف تماما. بمعنى اوكي انا دلوقتي تعرضت لحاجة زي كده، فقدت نعمة معينة او فقدت حاجة معينة فيها، فبالتالي ادركت ان انا كنت في نعمة وبدأت احمد ربنا فعلا واقول ايه ده انا كنت في نعمة مع اني فقدتها، وابص للنعم الاخرى بقى وابقى متمسكه بيها. في ناس تانية لا العكس، في ناس تانية ممكن يجيلها بلاء معين يفقدها النعمة دي، تسخط على الحياة وعلى الدنيا وعلى وتحس اللي هو انا مظلومة، اشمعنى انا ليه اللي يحصل معايا كده. هو بصي انا بحس ان ده كده طبيعي بيجي لكل واحد فينا at some point. بس هي الفكرة في انه الاوفرول، يعني هل انا دايما او في كل الاوقات ببقى حاسة انه انا ليه بيحصل معايا كده وانا ما استحقش كده وسخطة، ولا هي دي بتبقى لحظة وبعد كده لما بأدرك بفهم انها كانت نعمة، ويمكن انا مش مكتوب لي اكمل بيها، يمكن انا ما شفتهاش كويس فربنا خدها مني، يمكن حاجات كتير. فبحس انه على حسب، في ناس ممكن تكمل في كده في حياتها، في ناس تانية لا بتبقى بس لحظات، اللي هو لحظة انه الزعل بس في الاول انه ليه، فاهمة؟ هل شايفة ان وجود ناس معينة بيأثر في امتنانك، بيأثر في ان انتي تبقي سخطة على الحياة او ممتنة للحياة او عكس؟ وجودهم قصدك ان هم تأثيرهم عليا في النقطة دي بالذات؟ حاسة حاسة ان في ناس في لو يعني هل في رايت كراود او لا، فاهمة؟ حاسة جدا. في ناس معينة ما بتبقى حواليكي بتخليكي سخطة على كل حاجة ومش عاجبك كل حاجة، بتتذمري على كل حاجة ومش شايفة اي نعمة. عارفة بشوفها في ايه؟ في اللكجري. كل ما هتعلي بلكجري معينة او بمستوى معين، حتة الامتنان دي طبعا مش بعمم عشان اكيد في ناس ممتنة. هو انا عارفة انت تقولي ايه وحاسة لا، انا شفتها لا انا حاسه ان انا بالعكس، انا بشوف الامتنان في الناس البسيطه والمبتلاه والمعرفش ايه اكتر. طب انا مش بعمم ماشي، لا بس هقولك حاجه، انا ممكن تكون برضو انا ما اعرفش، اكيد ما قعدتش عملت احصائيه، بس اللي انا شفتهم في الحياه ممكن يكونوا كده لا بالعكس بيبقوا ممتنين جدا لكل حاجه عندهم، بالذات لو تابعوا عليها اللي سعوا لها، مش يعني اولادهم لا ممكن اقول لك ما بيبقوش مش حاسين بحاجه، بس الام والاب نفسهم اللي هم كانوا مصدر ان هم يوصلوا لده لا بيبقوا ممتنين قوي بيبقوا. انا عايزه اقول لك بجد شفت منهم ناس هي بتبقى مدركه ان في لحظه ده كله ممكن يروح منهم، وبيبقوا ممتنين لده وبيراعوا ربنا في الناس اللي هم المفروض يبقوا بيراعوها اكتر من ناس اقل منهم. اصلي حاسه ان انا نفسي ببقى حاسه الاحساس ده اللي هو بتاع ايه ده، الحمد لله انا بقيت قادره اعمل كذا، انا الحمد لله انا بقيت انا في المستوى كذا، فاهمه؟ اكلت اكله حلوه مثلا مع اهلي او ما اعرفش ايه، اقول الحمد لله ان هي ايه، بس دي ما كانتش الديفولت، يعني ده طبعا ما كانش ديفولت. بس احيان برضو بحس لما بتتعرضي اللكجريز كتير بتاعت حياه، مش لازم تبقي يعني في 5 ستارز يعني، بس حاجه تبقى حاجه من ملهيات الحياه قوي، يعني بتنسي يعني بتحسي اللي هو انا استحق ده، انا جيت هنا بمجهودي، انا وصلت للحظه دي عشان انا شاطره، بس هو ولا بشطارتي ولا بمجهودي. لا خلينا متفقين، خليني متفقه ان انا لا ان عامل انا بس مش ده الاول، ان انا اجتهدت عشان اوصل للحته دي بس هل هو ده انف؟ لان انا شفت ناس بقى بتجتهد جدا وربنا مش مديها يعني لسه ما قررتش ان هو توصل للليفل ده او توصل للحاجه دي، وانا متاكده ان في ناس مجتهده اكتر مني بكتير جدا ووضعهم اسوأ مني بكتير جدا، فاهمه؟ فهي برضو ستيل لا هي مش هي بس ان انت تفهمي كونسبت النعم، هي فكره مع كونسبت الرزق. هي 24 قيراط كل واحد واخدها بشكل من الاشكال، هي رزق انت واخداها في حاجه انا واخداها في حاجه تانية. بس انا عايزه اتطرق معاكي بقى لحته تانية من حته ادراك النعم دي، ادراك نعمه اشخاص في حياتك. يعني احنا كل ده بنتكلم عن اشياء،
ايوه بس هي فعلا ليها علاقه برضو بالرايت كراود اللي انا قلت لك عليها، اللي هي حاسه من لا دي بقى لا. الناس. بالعكس انا حاسه ان الرزق كبير جدا من رزق البني ادم ممكن تبقى في الناس اللي حواليه، او عقاب، مش عقاب قصدي، بس يبقى ابتلاء في الناس برضو اللي حواليه. يعني في ناس عندها بوتنشال ان هي تبقى كويسه جدا، بس الناس اللي حواليها معطلاها، فاهمه؟ فمثلا هديكي امثله عامه، يعني تبقي شاطره جدا في شغلك بس مديرك معطلك، تبقي مثلا بنت بره او كده باباكي ومامتك مصعبينها عليكي، تبقي اخت كويسه جدا بس اخواتك وحشين معاكي. ففي حاجات فعلا انت بتبقي بتسعي فيها وتحاولي تعملي فيها حاجه بس الناس مصعباها عليكي، وفي حاجه طبعا كده كده انت هتاخدي اجرك في الحالتين. لا بس حاسه برضو انت بتتكلمي على فكره انك لا ما هو بقى ممكن بقى تلاقي نفسك ان انت العكس بقى، انت تبقي مقصره في شغلك ومديرك يتبناكي for some reason يعني. هو شاف حاجه فيكي الله اعلم، حاجه كده ربنا القاها فيكي، قبول معين. يعني دايما ماما بتدعي لي الدعوه دي اللي هو ربنا يفتح لك، أيوة يفتح لك يجعل فيكي القبول من الناس. قد ايه دي بقى نعمه، لان انت مش حساها ومش ساعيه عشانها ومش بتعملها اي حاجه، بس هي ربنا رزقك بيها مثلا، فتلاقي الدنيا بتتسهل لك، بتتفتح لك الابواب، بتتفتح لك. خليني انا اوضح سؤالي اكتر شويه. كان في شخص في حياتك انت ما كنتيش مدركه انه نعمه، ولما ما بقاش موجود حسيتي ان كان وجوده نعمه وانت ما كنتيش شايفاها ساعتها، كنتي بتتعاملي معاه ان هو حق مكتسب او ان هو كده كده موجود؟ اكيد موجود، بس مفيش حاجه خطرت في بالي. اوكي. مش قصدي كده، انا قصدي ان انا يمكن منظوري مختلف شويه، ان انا حتى الناس اللي اذتني انا شايفاها ان دي كانت نعمه، عشان هي فتحت ادراك معين ما كانش هيتفتح لي غير ما الشخص ده بالمواصفات دي صح. يدخل في حياتي. صح. وفي الواقع فعلا زي ما انت بتقولي انا مش هادرك ده غير بعد ما الشخص ده يخلص. أيوة. دوره يخلص من حياتي، فاهمه؟ بس فهو وجود الشخص ده ممكن يحسسك، ممكن قصدي وجوده استمراره في حياتك يبقى اذى ليكي، بس هو بسبب وجوده وبسبب ان انتي مريتي بالتجربه السيئه دي انتي ادركتي انه مش هي دي الحياه اللي انا عايزاها. والعكس صحيح، ان انتي ممكن يبقى شخص جاي بنعمه، يعني بمعنى اصح، او ببركاته. عارفه مامتك مثلا، اللي هو علاقتك بمامتك متوتره قوي اليومين دول، بس لما تيجي تحسنيها وفعلا تراعي ربنا فيها، تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب تانية انت عارفه ان هي indirectly ليها علاقه بالموضوع ده، بس انت مش قادره تثبتيها. يعني انا عارفه بس انا مش قادره اثبتها عشان هي فعلا مش في ايدي ومش في ايدك، فاهمه؟ بس فانا بشوف انه لا صراحه، يعني الاثنين مش لازم يبقى الشخص كويس عشان انت تحسي بالامتنان ان الشخص ده عدى عليكي. بس هقولك حاجه، انا مثلا في مشكله يعني معينه كانت ممكن بتواجهني، ان انا ممكن ما كنتش بحس بقيمه اشخاص حواليا معينه غير لما خرجوا من حياتي، فبدات ادرك انه لا، ده الشخص ده كان وجوده فعلا كويس، بس انا ما كنت من الاخر متعوده انه موجود، وما كنتش شايفه ان هو فعلا الحمد لله يا رب. يعني لو ربنا خد مني حاجه فكان عندي دي حاجه تانية ما كنتش ببقى واخده بالي. لا انا من زمان ببقى واخده بالي قوي. لا ساعات عدت من يعني كنت، لا يمكن عشان كانت ماما دايما تقولها لي، فكانت بتنبهني قوي بالموضوع ده، فكره ان احمدي ربنا ان الشخص الفلاني موجود. كانت هي بتقولها كتير قوي على خالته. اوكي. كتير قوي، وما زالت لحد دلوقتي بتقولها، يعني اللي هو الحمد لله ان ربنا مسخرها لي، فاهمه؟ ربنا يخليها لكم، اللي هو كده بالظبط. أيوة. فانا كنت واعيه قوي بحته اثر الناس اللي حواليا. لا انا ممكن ما كانش عندي كنت لا يعني كنت حاسه ان هو فعلا لا، يعني كل شخص فهمتها لما كبرت، فهمتها لا كل شخص ليه اهميته يعني. بس يمكن انا اللي ممكن كانت تفوتني ودلوقتي بقيت مركزه قوي ان انا افكر فيها قوي، انها فعلا اللي هي الدي تو دي، اللي هي البسيطه، حاجات بسيطه قوي بقى، اللي هو الاكل، الشرب، معاكي فلوسك،
عندك عارفه ان صحابك. انا ساعات هقول لك حاجه. انا ساعات مريم سالتني قبل كده سؤال، قالت لي هو انت بتبقي مبسوطه وانت بتشربي الشاي؟ قالت لي اصلا انا لقيت حد بيتكلم في الموضوع ده وانا مش فاهمه الموضوع. فقلت لها انا في لحظات كده بتجيلي زي ادراك ان عارفه الشمس لما تيجي الله، عليكي كوباية والكوبايه شاي. الشاي ايوه، والهدوء، بتحسي ان انت ممتنه للحظه. لحظه. فاهمه الجو مثلا، نسمه الهواء زي ما انت ما بتقولي كده مع الشمس وانت ماسكه كوبايه هوت شوكليت في الجو اللي احنا فيه ده. ببقى حاسه انه في اللحظه دي اللي هو ايه ده، الله، فاهمه بحسها كمان في السفر يمكن. بس الموضوع غريب معايا، انا مربوط معايا بحته الصفاء الذهني ده. ايوه، بيجيلي في لحظات مثلا انا في طبيعه، بحر، ميه، في صحراء، في بحر. انا فاهمك، انا كده برضه. ايوه، فاللي هو تحسي الله سبحان انت عارفه الله بجد بيجي لي لحظات كده اللي هو انا بقوم مغمضه عيني. ايوه، كل حاجه بيرفكت في اللحظه دي، عايزه وان حواليك الدنيا. ايوه، تحفه، صوت عصافير، ايوه، تحفه كده اللي هو انت يعني بجد اللحظه دي انا بحس انه عملت ريستارت. انا اللي هو ايه، ركننا كل حاجه يلا بقى. فبحس بجد هي فعلا بتبقى لحظات صغيره قوي. معلش يا جماعه كمل. بتبقى لحظات صغيره قوي، وللاسف احنا عشان الحياه بقت جري فما بقيناش قادرين نقف عند المحطات دي. يعني ما بقيناش قادرين نقف عند لحظه ان انا قاعده مع صاحبتي بتكلم معاها، ما بقيناش قادرين نقف عند حته ان انا ماسكه كوبايه شاي بالنعناع طعمه تحفه بشربه. ما بقيناش قادرين انه الله في نسمه هوا حلوه، في قطه معديه، في عصفوره. يعني حتى الحوار ده هقولك برضو كان بيحصل لي في ايه، لما ببقى راكبه العربيه مع حد او راكبه مواصلات. الناس عادة يا ماسكة التليفون بتتفرج على حاجة، يا بتسمع حاجة، بتتكلم. انا بتفرج على الطريق. انا كمان بتفرج على الطريق، بتفرج على الناس، بشوف الرياكشنات بتاعتهم، بشوف لبسهم، بشوف بركز في التفاصيل بتاعت الحياة عامة، العماير، بلكونة، الستارة. يعني لسه برضه انا وريم صاحبتي كنا ماشيين في المعادي، فاكتشفنا ان احنا الاتنين بنحب نعمل الحركة دي، ان احنا واحنا بنتمشى في المعادي او الزمالك او اي حتة من الحتت دي، نتفرج على الإضاءة اللي خارجة من الشباك. الإضاءة دي وورم، الإضاءة دي كولد. البيت من جوه هيبقى مودرن، لا البيت هيبقى كلاسيك، لا فاهمة؟ تبدأي تعملي تخيل للبيت من مجرد إضاءته وستارته. يعني فاهمة؟ فبحس ان دي بتبقى حاجات عبيطه قوي، ممكن الناس دلوقتي مثلا ايه العبط ده، بس بتخليكي تركزي في اللحظه الحاليه. فالى حد ما بتريجليت افكارك وبتهدي دماغك اللي طول الوقت دوشه وبتاع. فبحب اللحظات دي قوي، وللاسف ما بقيتش بعرف اعملها كتير لان بقيت بتسحل في اليوم. فلما بفتكرها واعملها ببقى مبسوطه جدا بجد. يمكن في جزء برضو من موضوع ان احنا ليه ما بناخدش بالنا من النعم في وقتها، ان احنا عندنا نوع من الاستحقاقية كبشر، ان احنا بنبقى فاكرين ان كل واحد بيبص لنفسه ويقول انا استحق ده، انا استحق ابقى واخد كل النعم دي، انا استحق ان انا ابقى اشطر واحد واحسن واحد وغرقان في النعم دي كلها. ده كرم ربنا يعني. بس هو فعلا لو الواحد فكر فيها وجرد نفسه فعلا بكل حاجة وفكر في أفعاله، فكر في اختياراته، فكر في كل الحاجات دي، هيدرك انه بس فكرة ان انت تبقى في صحة، انت حرفيا انت كده، انت مش بس يعني لو انا عايزه ابسطها، بس عايزه اقول مثلا لو انت الكرنسي بتاعتك ان انت شايفه ان انت تستحقي وهتدفعي ثمن معين قصاد صحتك دي مثلا، هو مفيش اي حاجه انت تقدري تديها مقابل للصحه. نفسك، فما بالك بقى اللي هي النعمه التانية بقى اللي هو عندك عيله، عندك بيت، عندك اكل. يعني لو هنجردها للرسول قال عليه اللي هو النعم اللي الاناف بالنسبه لاي بني ادم ان هو في بيت محتويك، بيت محتويك، عندك قوت يومك اللي هو الاكل، وفي امان وتحت بيت، صح؟ بس كده كأنك حست الدنيا وما عليها، يعني كأنك معاك الدنيا والدنيا كلها، الكون كله صح في ايدك. ف يمكن كمان في السوشيال ميديا
واللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا هو يعني عامه بحس ان ده جزء من الاجزاء اللي بتخلي الواحد دماغه حاجتين، يا اما حاسه انه يستحق، يا اما حاسه انها نقمه ان انا مش عندي اللي في ايد الشخص الفلاني. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده عامه، حوار انه وكان دايما مثلا وانا صغيره يتقال لي مثلا اللي هو ايه، لا بصي على اقل منك. طب ما ماما في اعلى مني، بس لا في اقل بس في اقل. وانتي فعلا تبداي تقولي اللي بيربيكي ان انتي فعلا تمتني للنعمه اللي جواكي، مش ان انتي تبصي للاعلى منك. بالعكس، ده بيحط جواكي في حقد. أيوة. يحط جواكي حسد. صح. يحط جواكي اي احساس وحش، حتى لو انتي مش عايزه تتمني الاذى، يعني مش ايوه الاذى للشخص اللي جنبك، بس حاسه ليه ده مش عندي بالظبط. بقى انا بقى فعلا انا فعلا ليه الواحد دايما دماغه بتروح لحته انه ده ليه مش عندي، بس ما بيبصش لحته انه الحمد لله ان ده مش عندي. لا والحمد لله ان ده مش عندي مثلا برضو. فاهمه؟ فاللي هو طب انا ليه ابص فعلا للي احسن مني؟ طب ما انا ابص للي اسوأ مني، ولما هادرك ان انا فعلا غرقانه في النعم هبقى راضيه جوايا، هبقى مستريحه، هبقى واثقه في ان ده رزق، وكل واحد بياخد على قد رزقه وعلى قد قدره تحمله. عارفه اقول لك حاجه؟ عارفه ايه برضو حاجه من الحاجات اللي الواحد للاسف ما بيبقاش مدركها غير لما بتزول منه؟ حاجتين. اول حاجه فعلا الصحه جدا. يعني ممكن واحد يبقى، انت عارفه في ناس بتتمرض، انا بجد عندي مشكله مع الموضوع ده، ان هو بيقعد لا اصل انا مصدع، اصل انا بطني وجعاني، اصل ما انت هيحصل لك ده من كتر ما انت مش بتحمد ربنا. ايوه مش بتحمد ربنا ان انت الحمد لله لا انت ما عندكش وجع بطن، او وجع بطن ايه مؤقت ليه علاج، او ليه بقى ربنا موسع عليه فلوس وهو عمال واخد كارت اللي انا فقير ومش معايا فلوس. ده الموضوع ده بيحرق دمي. ما نبقى عادي معايا بس مش عايزه اصرف عادي، يعني او تقول الحمد لله. ايوه يعني مش يعني لا حاجه تانية بقى، ودي بجد انا بتضايق جدا ان انا بقيت بشوفها كتير قوي، الناس اللي بتتمرض نفسيا. انا عندي اكتئاب، انا مش عارف ايه، انا جماعه انتوا مش عارفين. انا حاسه برضه احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس جماعه بجد انتوا مش عارفين اللي عنده بقى اكتشوالي المرض ده حاسس بايه. لا بس انا الوم السوشيال ميديا على الموضوع ده، ان هي نشرت متعمم. بصي هي كل حاجه وليها سلاح ذو حدين فعلا. بس هي نشرت الوعي بتاع انه في الحاجات دي موجوده، في حاجات ايوه الحاجات دي كيسز فعلا ومرض، وزي الفيزيكال مرض الجسدي ده مرض نفسي فعلا موجود وبتاع. بس بقينا بالنورماليز قوي ان احنا نستخدمه في كلامنا اليومي، لدرجه ان واقعه بقى مش بنفس الاهميه بتاعه انه المفروض يبقى بالاهميه. ما انا بقى انا مشكلتي كمان يعني اصل ده مديري ده توكسيك، اصل احنا شخصيا اللي واعيين اهو وبنتكلم في الموضوع احيانا بنعمل كده. بس هو فعلا من كتر النورماليزيشن بتاع الاستخدام المصطلحات دي، اللي هي المفروض لما كانت تستخدم بشكل جدي جدا، بشكل مثلا بعد دايجنوسيس، بعد ما اعرفش ايه، بقينا بنبسط المواضيع وبنستخدمها على ناس عاديه. اصل ده مانيبيوليتيف، اصل ده ما اعرفش ايه. ماشي، بس اقول لك حاجه، انا بغض النظر حتى عن النقطه دي، انا عندي مشكله انه انت توصف على نفسك مرض نفسي انت مش عندك، فلما هيجيلك انت ساعتها هتضرب نفسك 100 جزمه ان انت هو قله وعي برضه بالظبط. هتقول لا انا ما فعلا يا لهوي انا كنت زي الفل، يا ريت ده من نوع. ما عشان كده لما كنا بنتكلم في نقطه اللي هو هل لما انت بتبتلي بتدركي ان انت الحمد لله انا كان عندي النعمه دي، لا انا شايفه لا، في فئه من الناس بتسخط من الحياه وتسخط من القدر بسبب ان هي لا انا ما استحقش ده. عشان كده بقولك ده بيرجع لاصل الانسان، ان هو بيبقى فاكر ان هو يستحق الخير بس. ولو في القرآن لو الانسان عجل بالخير، زي يعني رغبته في تعجيله في الشر زي رغبته في تعجيله بالخير، دي في طبع الانسان، كنا هلكنا كلنا. لان احنا زي ما انت مستعجل، لو هي بقى كده زي ما انت مستعجل قوي قوي على الخير، طب تعالى كده استعجل على الشر اللي هو برضو مقدر لك، هتهلك. فهي هو الانسان كده، هو نظره اولا اناني، عايز بس بيفكر في نفسه، بيفكر في الكويس ليه، بيفكرش في الحاجات التانية. زي فكرة برضو اللي هو في اسئله كده ايثيكالي، يعني بيحطك في سيتويشنز ويقولك طب لو انت في السيتويشن ده تتصرف ازاي، هكذا.
زي فكرة مثلا ان انتي ممكن عادي يبقى واحد يقولوا له هنحط 10 بني ادمين على سكة حديد وواحد بس قريبك او حد بتحبه، وهتوديها فين؟ وبكل بساطة هيقولك لا، هوديها على 10 بني ادمين، لان هو مش بيفكر غير في مصلحته. هو مش عايز يتأذي الاذى بتاع ان انا اخسر الشخص اللي بحبه ده، اللي هو في الكون، في هو توزيع واحد. الكون هو واحد، هو بني ادم واحد بس اللي فكر ال10 حياته. دول ممكن فيهم اب، فيهم ابن، فيهم اخ، فيهم في 10 اسر ممكن اصلا حياتهم تتأثر. تتدمر. بس انا لا، انا مش عايزه انا اللي اتأثر. فهي الواقع بتاع ان انا ادرك ان انا الانسان، لا انا ده في طبيعي، فانا احاول دايما اقاومه، واحاول دايما احس ان انا احط حدود لنفسي، اني الحدود مش بحطها بس للناس، انا بحطها لنفسي انا كمان، واقعد اادب نفسي ان انا كل شويه. والله انا رحت مكان لذيذ جدا، ناس معاها فلوس وناس ما اعرفش ايه ومبسوطه، والقعده كانت تحفه طبعا، وحسيت ان انا ده هيبدا ياخد قلبي شويه، واقول طب ايه ده، طب انا ليه مش عايشه، طب انا ليه مش معايا العربيه الفلانيه، طب انا ليه مش في النادي الفلاني. اقول لك حاجه، احكي لك موقف حصل معايا بمناسبه يعني موضوع الناس والطبقات والكلام ده. انتي دايما من بره شايفه ان الله ايه ده خروجاتهم حلوه، احتفالاتهم حلوه، مش عارف ايه. جيت في مره رحت حفله من احتفالاتهم دي، انا كنتش مرتاحه خالص. كنت حاسه انه في ايه اللي بيحصل ده. بجد حسيت بتوتر رهيب. يعني ما اعرفش، حسيت ان انا مش عايزه ابقى هنا يعني. بس ده عشان انت حاطه حدود لنفسك. يعني انا متخيله ان انت if you want to fit in في حاجه كده، انا قصدك ان في ناس فاهمه عادي. بس هي الفكره في ايه؟ هي الفكره يمكن دي كمان نعمه تحمدي ربنا عليها، الحمد لله يا رب. بالظبط والله العظيم، ان انت فعلا في حاجات طرق معينه لو اتحطيتي فيها مش انت تبقي الطابع البشري البحت هيحب جدا يروح فيها، بس انت يمكن في اسباب معينه منعتك منها. زي فكره برضو ان انت تبقي متخيله او مدركه ان انت تبقي ممتنه لفكره ان انت تبقي رايحه تعملي حاجه غلط، وربنا يعطلك ان انت ما تعمليش حاجه غلط دي. ايوه. فيصعبها عليكي ان انت تعملي حاجه غلط دي، فينقذك من بلا انت كنت ممكن تقعي فيه. صح. هي فكره الامتنان مش فكره ان انت تقولي الحمد لله على النعمه اللي انا فيها وخلاص، لا انت تحمدي كمان ربنا على الحاجات اللي انت مش مدركه ان انت كان ممكن تقعي فيه. صح. بس فهي زي فكرة بالظبط ان انتي بتدعي بيقين وتقولي انه ربنا قادر، وانا هدعي بحاجات مش منطقية خالص، بس انا متأكدة ان هي سواء هي او الخير ليا ولا هيتحقق. الامتنان بالظبط بنفس الكونسبت ده، لان انتي بتمتني لحاجات انتي عارفة ان هي معاكي، وبتمتني لحاجات انتي عارفة ان هي كانت ممكن تحصل لك بس ما حصلتلكيش. زي احكي القصة بتاعت الام دي. ده فيديو شفته انا، بس ممكن اوقع حاجات في التفاصيل بتاعه القصه يعني، ان اكيد مش هبقى فاكره قوي. كانت ام بتحكي ان هي ابنها مريض كانسر، وان هي بتوديه كل يوم تعالجه، طريق 2 ساعة رايح 2 ساعة راجع عشان جلسه كيماوي 20 دقيقه. فكانت حاسه بقد ايه هي ساخطه ان هي حياتها ضايعه في مشوار رايح راجع، وان ابنها تعبان، وان هي مش عارفه تعمل ايه، وين لحد ما في مرة بتقولي ان هي سمعت صوت زي ازعاج حاجة صفارة او كده، وكانت لسه هتلف عشان تتخانق ان الازعاج ده او كده، لقيت بتزق ابنها على كرسي. ابنها متربط من كل حتة، داخله خراطيم في كل حتة. تقريبا في لحظة شرق او كان جعان حاجة كده. فراحت الام فجأة في لحظة سابت العربية بسرعة، بتفتح الشنطة بتطلع الحاجة بتديها له بسرعة. اول ما الابن خلاص بقى تمام، الام راحت واخده نفس كبير قوي الحمد لله، وراحت ماسكه العربيه تاني ومكمله ماشي. فهي الست دي بتحكي انها في اللحظه دي ادركت ان كل اللي هي فيه ده ولا حاجه جنب اللي الست التانية فيه، وان هي بتعمل كل حاجه عشان بس ابنها يفضل عايش لحظه كمان. وان الواحد مش مدرك يعني ان هو ربنا ما بيحط عليه حاجه، هو بيحط الحاجه اللي هو فعلا قادر لها. فبدات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بالظبط. فبدات تفكيرها في الموضوع يختلف، وبدات هي تهدى على نفسها وتحمد ربنا ان هي مش واصله للمرحله اللي ممكن حد تاني يبقى فيها. فالموضوع ده بجد
ألهمني جدا انه فعلا الواحد مش متخيل ربنا بعيد عنه ايه، او ربنا عارف هو مش قد ايه فمش حاطه فيه. لان سبحان الله هو كل واحد فعلا وعنده قدرته. فاللي انت فيه ده حتى لو هو حاجة صعبة قوي ومحدش في الدنيا يستحملها، بس هو ربنا حاططها لك عشان انت هتستحملها. فما تفتكرش ان انت واخد حاجة اكبر من طاقتك حتى لو انت تعبان منها. هو ابتلاء في عارفه الدنيا. ايه حاجه برضو علمتنا الامتنان الفتره دي؟ اللي بيحصل في فلسطين. يعني انتي بتشوفي كم الدمار وكم الخساره وكم الفقدان. لا وكم الحاجات دي كلها. انت بتقولي الحمد لله انا قاعده جوه بيت، الحمد لله انا عندي اكل. هم ما زالوا بيقولوا الحمد لله. فده بيلهمك برضو تقولي يعني هم في كل ده وبيحمدوا كل ربنا. ده ولسه بيفكروا ان في الحمد لله وان هم في نعم وان هم معرفش ايه. وانتي في منظورك البحت الدنيوي يعني شايفه ان هم مسلوبين كل حاجه، هم مش في نعم ولا اي حاجه. بس واحد مثلا يفقد رجل يقول الحمد لله في رجل تانية، واحد يفقد ابن يقول الحمد لله في ابن تاني. أيوة. الحمد لله عندي قدره اجيب على فكره والعكس يعني سبحان الله في ناس بقى تانية براهم لو فقد حاجه زي ما انتي ما قلتي من شويه يا لهوي وانا ليه واشمعنى انا. طب ما تبص ان انت عندك حاجه اخرى. بص ان انت في ناس من غير رجلين خالص، في ناس من غير ايدين خالص، في ف يعني هو الموضوع فعلا. طب يعني خليني اسالك، هل انت حاسه ان الموضوع الامتنان بيجي بالتعود والممارسه ولا هو طبع فيكي انت ممتنه او انت مش ممتنه؟ لا هو مش طبع. يعني مفيش حد مولود عنده امتنان. هو انت بتتعلميه مع الوقت، مع الظروف، مع التربيه الشخصيه لنفسك وبتبداي تتعودي عليه. وهتمري طبعا باوقات هتبقي ساخطه وهتبقي متضايقه وهتبقي حاسه انك انت كنتي تستحقي اكتر من كده، بس انت بتربي نفسك على ده. تعرفي انا في حاجه انا افتكرتها برضو. انت تعرفي ان بمناسبه ان الحوار ان الناس اللي حواليكي بتاثر على ان انت تبقي ممتنه او ساخطه، تعرفي ان انا في ناس معينه بتبقى حواليا تخليني ساخطه على حاجات. يا لهوي يا نيره على نعم عندك. يا لهوي يا نيره انا بقعد لو قعدتي لوحدك هتقولي الحمد لله انا عندي الحاجات دي، بس اول ما هتقعدي معاهم هتحسي اللي هو لا مش عايزاها. فاهمه؟ مش لا مش عايزاها، مش احسن حاجه. ممكن ابقى عايزه احسن او لا، أو مش هم فاكرينها نعمه، دي مش نعمه. عارفه زي ايه؟ زي مثلا يبقى حد سايق عربيه من 1997 ويروح مكان بقى جنب الرينج روفر ومعرفش ايه والحاجات دي، ويركن جنبهم ويحس اللي هو ايه الفسله دي. بس طب ما تبص ان في، لكن لو هو ماشي لوحده على الطريق كان في فيديو هيقول الحمد لله ان في عربيه وان انا مش رايح مواصلات. ايوه كان في فيديو قبل كده بيجيب لك حاجه شبه كده، اللي هو انت واحد معاه عربيه حلوه قوي وبيقول لا اتس نوت انف، بعدين واحد جنبه معاه عربيه اقل بيبص على العربيه الحلوه قوي يقول ايه ده الله انا عايزها. بعد كده واحد راكب عجله جنبه بيقول، واللي ماشي على رجله بيقول ايه ده الله ده معاه عجله. فهو بالظبط. هو كل واحد فعلا انت محتاجه منتلي تاخدي قرار ان انت تكسريها. لان انت لو اتخذتي قوي في حته اللي هو الدنيا والنعم والحاجات دي، فلا هتلاقي ناس كتير عندها نعم كتير قوي مش عندك. بس انت كمان هتلاقي عندك انت كمان نعم ناس كتير بتتمناها بالظبط مش موجوده عند الناس التانية. هي دي الفكره، ان هو فعلا 24 كان في بوست جميل كده بيتكلم في فكره انه الستات بيقعدوا يشتكوا من المطبخ والطباق والمعرفش ايه، بس تيجي في المنظور التاني هو الحمد لله ان في عزومات، الحمد لله ان في اهل، الحمد لله ان في عيال. صح. تعب الاولاد والمدرسه وودي وولاد، الحمد لله ان في اولاد لان في ناس تانية بتحاول تجيب اولاد. مثلا واحده جوزها خناقات ومعرفش ايه وبتاع، الحمد لله انت متجوزه، واحده تانية هتموت وتتجوز. فهي فعلا كل واحد كل حاجه ليها منظورين. صح، انت اللي بتختار تشوف الموضوع من انهي اتجاه. بالظبط. وعادي ان انت تشوفي من المنظور الوحش، بس برضه لازم تبصي من المنظور الحلو. صح. عشان تقولي الحمد لله لا ده الحمد لله ان هو كويس معايا في كل حاجه. بس بتيجي مثلا في حته ان هو ينجيج مع الناس مش قوي، مش مهم. فاهمه؟ يعني كل حاجه كده هي دايناميك رايح جاي، وحش وحلو، والحتتين مع بعض بيبقوا نعمه. بس برضو خليني اقول حاجه عشان برضو محدش يفهمني غلط، يفهمنا غلط في النقطه دي.
ده مش معناه ان انا اقبل حاجات مش المفروض تتقبل. لا طبعا يعني لا. ده مش معناه ان لو واحد بيضربني ما اقولش الحمد لله ان هو في حياتي. لا اكيد لا. عشان بس ما حدش يفهم الكلام في ناحيه لا تانية. احنا بنتكلم ان في حاجات بيبان فيها انت ممكن تبقي اي حاجه كويسه. ايوه انت لا بس هي اي حاجه كويسه بيبقى فيها نوع من الجهد، انت بتعملي فيها جهد معين، سواء كان تربيه بيت او فتح بيت عامه، او شغلك، او صحتك. لو عايزه تنزلي اكسرسايز تعملي تروحي الجيم ما اعرفش ايه، كل ده جهد عشان يمنتين النعم. صح. فما ينفعش اركز على الجهد بس المبذول وما ركزش ان انا قادره اشيل حاجتي بنفسي، قادره ما بتعبش لما بطلع السلم ما اعرفش ايه. ولادي تعبت عليهم، قاعده معاهم بذاكر لهم بعمل لهم، بس هم شاطرين وبيحققوا ذاتهم في مدرستهم. ما ينفعش اسيب الجزء الكويس اللي انا باخده من المجهود اللي انا بعمله ده واركز بس على المجهود. لان انت زي ما بتاخدي شويه ثمار من المجهود اللي انت بتعمليه، وعلى قد طبعا اجتهادك، وعلى قد زي ما بيقول الديديكيشن بتاعك في الحاجه دي هتلاقي منها مردود. بس دايما ابقى واعيه انه لا، دايما في منظور. ويمكن ده برضو نوع من التحايل، مش التحايل يعني ان انت تقدري تتعاملي مع الابتلاءات الصعبه، ان انت تحاولي تدخلي الامتنان جوه الابتلاء. لان انت لو بصيتي للابتلاء من منظور بحت، اللي هو انا ابتليت بحاجه فجاه، بخساره معينه، بشخص فقدته، بما اعرفش ايه، سهل قوي السخط يدخل قلبك، فاهمه؟ سهل قوي ان انت تقولي انا اتظلمت في الحاجه دي، او انا ما استحقش ده، او انا كان ممكن يحصل كذا، او انا كان ممكن اعمل حاجه تؤدي الى حاجه مختلفه. بس لا، هو ده نصيبك وده ابتلائك، بس في مقابلها انت لسه حيه، انت عندك وقت. هنتكلم مثلا في فقد الافراد، انت دلوقتي حد قريب منك بعد الشر حصل له حادثه وفقدتيه، الشخص ده اهتز كونك من بعد فقدانك ليه، كان ممكن تبقي انت كمان معاه، كان ممكن تبقى عيلتك معاه، كان ممكن يبقى بدل فرد واحد يبقى كذا فرد، كان ممكن بدل كذا فرد كان يبقى خساره، فاهمه؟ يعني كل واحد بقى وعلى حسب خسارته هيبقى باصص على ان دي حياته. انا عايزه اقول حاجه، دمرت. انا عايزه برضو الناس تبقى مدركه انه انا ممتن ان مثلا انا اخويا معايا في البيت، انا ممتن ان مامتي معايا في البيت، انا ممتن ان بابايا معايا في البيت. لانه للاسف في ناس كتير برضو بتتعامل مع ده ان هو ده العادي، او ان ده فور جرانتد، ومش باصين ان في ناس تانية ممكن يكونوا فاقدين حد، حتى لو مش فقد اللي هو الموت، بس ممكن يبقى فقد انه علاقه مش في الحياه بالظبط، مش معاهم، سابهم مثلا الاخ ظروف مثلا سافر بالظبط. ففي حاجات انت بتبقى باصص لها ان هي دي عادي او ده اللي عند الناس كلها، وهي لا، مش حقيقي. يعني فعلا حوار السفر ده مثلا، انا اعرف كمية ناس اذا كان بقى باباها مش موجود مسافر، او اذا كان مامتها مش موجودة، او اذا كان اخوها، او اذا كان صحابها القريبين جوازاتهم، فالموضوع لا صعب. يعني فكرة ان انت في حد انت كان نفسك تقضي وقت معاه، انت مش عارف عشان الظروف والحياة والكلام ده كله مش حلوة. فلما انا يبقى جنبي بقى اخويا او مامتي او بابايا او اختي او جوزي او ايا كان، ابقى حاسس باهميته، ابقى حاسس بان انا ممتن انه موجود، لان في ناس تانية ده مش عندها. صح. ففكرة فعلا ان انت تبقى ممتن للناس ولاصحابك وللحياة ولابتلاءاتك ولكل حاجة، يعني حاجة مهمة. الحمد لله فعلا، الحمد لله. ماشي، حاسة ان احنا كفاية مش لازم كل حلقة نطول. ماشي، اوكي. اتمنى كنا خفاف على قلبكم، ونتمنى ان انتوا تحسوا بالامتنان معانا برضو زي ما احنا حسينا بيه كده. بس نشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.